حد قالك ان الكيكه اللي قدامك دي اسرع كيكه هتعملها في حياتك من البيت، وفي نفس الوقت اقولك على اسرار ليها كتير يخليها تطلع معاك هشه بالشكل ده، وبمكونات كمان سهله وبسيطه ما فيهاش اي افتكاسات كتير. ومتاكد باذن الله انكم اول ما تشوفوا الطريقه هتقوموا تعملوها على طول. وعاوز اقولك خطيره مع الشاي بلبن الصبح، تستاهل التجربه. وهعمل لك معاها كمان كيكه بالشوكولاته لكل الناس اللي بتحب الشوكولاته، وهعلمك ازاي تعمل صوص شوكولاته من البيت تستخدمه على اي وصفه حلويات حابب تعملها. بس كده، لو انت اول مره تشوف فيديوهاتي كل اللي طالبه منك تعمل لي لايك وفولو وشير، ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه هنقول بسم الله، وهنحتاج 3 بيضات يكونوا في درجه حراره الغرفه، وهننزل عليهم بكيس فانيليا. والفانيليا لازم تتضرب مع البيض لوحدها عشان الزفاره بتاعه البيض ريحتها ما تطلعش. وهننزل عليهم بنص كوبايه زيت، وهننزل بشويه خل صغيرين. والخل من اهم الاسرار في الكيكه عشان تطلع ناجحه معاك. وهنحط عليهم كوبايه سكر، السكر بتاع الشاي العادي مش لازم سكر بودره. وهنضربهم لوحدهم كده خالص لحد ما يدوبوا مع بعض. وبعد كده من اهم اسرار الكيكه ان احنا بننزل بكوبايه لبن سخنه، ما تحطهاش ساقعه خالص. وهتضربهم كده لوحدهم تاني بالظبط دقيقتين. وهتجيب اي بوله عندك هننخل فيها كوبايتين دقيق متعدد الاستخدام عادي، مش لازم نوع معين، ورشه ملح. والملح مهم جدا في اي عجاين عشان بيظبط الطعم معاك. بعد كده هننزل عليهم بكيس بيكنج باودر، وتاكد دايما انك تنخل المواد الجافه عشان بتفرق جدا في العجاين. بعد كده هننزل بالمواد السائله اللي ضربناها في الخلاط، هتفضل تقلب كده جامد، وده القوام المطلوب معاك. واي قالب عندك هندهنه كده زيت وشويه دقيق، وهنفرقهم كده. واي دقيق زياده هنفضه من القالب. وهتنزل كده بالعجينه فيها، وهتخبطها كده خبطتين عشان لو فيها اي هوا تطلع. وهندخلها الفرن، اهم حاجه يكون متسخن من قبلها. وهنسيبها من نص ساعه ل 45 دقيقه. وهنقسمها كده بسرعه. وبص بقى الحلاوه بتاعتها وهي طالعه من الفرن مع كوب من الشاي باللبن، واستمتع. تاني حاجه هنبتدي بصوص الشوكليت على السريع. هنحتاج كوبايه الا ربع سكر، عليها كوبايه الا ربع كاكاو خام، بعد كده ربع كوبايه دقيق، بعد كده معلقه كبيره نشا، وكوبايتين لبن. وهتفضل تقلبهم كده على البارد في الاول لحد ما يدوبوا في بعض. بعد كده ترفعهم على نار هاديه وتكمل فيهم تقليب شويه. بعد كده هنحط معلقه كبيره زبده، وعليها معلقتين كبار زيت، وشويه فانيليا سايله. وهتفضل تقلبهم كده لحد ما يسخن ويغلي معاك. وهتصبه في اي حاجه وتسيبه يبرد شويه كده. احنا عملنا صوص الشوكولاته. بعد كده الكيكه هتحتاج معانا كوبايه ونص دقيق، عليها نص كوبايه سكر، ونص كوبايه كاكاو خام، ورشه ملح، ونص معلقه بيكربونات من عند العطار، ومعلقه بيكنج باودر. وهنقلبهم كده حوالي مش اكتر لحد ما يتجانسوا مع بعض. ونزلت عليهم ببيضه ومعلقه زيت كبيره وربع كوبايه لبن وعلبه زبادي. وهتديهم تقليبه كده بسيطه. وهتنزل عليهم بكوبايه ميه دافيه. وهتفضل تقلب كده فيهم شويه لحد ما يتقل معاك. ولو محتاج دقيق تاني عشان يتقل ممكن تزود بس بالمعلقه. وهتجيب اي حاجه بتدخل الفرن وهتدهنها زيت كده، وتنزل بالعجينه فيها. وهتدخلها الفرن على درجه حراره 180 بس يكون سخن من قبلها. وهنسيبها نص ساعه. واول ما تطلع من الفرن وتحط خله السنان كده وتطلع ناشفه كده هي استوت. وهتفضل تخرم فيها كده، وهتحط فيها شويه لبن لحد ما الكيكه تشربهم. بعد كده هتنزل عليها بصوص الشوكولاته اللي احنا عملناه. كده انت عملت احلى واجمل طريقه للكيكه بالشوكولاته. عاوز اقول لك الوصفه دي ادمان، لازم تجربوها. بس كده ما تنساش تعمل لي فولو عشان صدقني هتستفاد.